السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بعبع افريقيا. تمام. فبنتكلم نبدا الاول بدوري ابطال افريقيا. الاهلي لوحده واخد 11 دوري ابطال. تمام. كل انديه المغرب مع بعضها واخده 7 دوري ابطال. تمام. وده بقى برجاء بجيش ملكي بكل تمام. الانديه. كل انديه تونس على بعضها 6 دوري ابطال. تمام. كل انديه الكونغو 6 دوري ابطال. باقي الانديه المصريه واخدين 6 دوري ابطال. تمام. فالاهلي هنا متفوق على دول كامله، مش بنقارنه بانديه يعني الاهلي بعبع افريقيا بيتفوق على دول. اللي بعده كاس ابطال الكؤوس، الاهلي واخده 4 مرات، كل انديه تونس واخدينه 4 مرات، باقي انديه مصر كلها 4 مرات، كل انديه نيجيريا 3 مرات، كل انديه الكاميرون 3 مرات. ده الترتيب الاكثر على فكره، يعني دي اكثر الدول. اللي بعديه كاس السوبر الافريقي، النادي الاهلي لوحده واخد 8 سوبر افريقي، كل انديه المغرب يا كابتن ياسر 5 سوبر افريقي فقط. باقي انديه مصر 4، كل انديه تونس 3، كل انديه الكونغو 3 بطولات. تمام. فانا بقارن الاهلي بدول والاهلي متفوق على دول كامله. ماشي والله ماشي. هنا بعد كده اجمالي البطولات الافريقيه كلها، النادي الاهلي اجمالا خد طوال تاريخه 24 بطوله افريقيه، كل انديه تونس واخدين 22 بطوله افريقيه في كل البطولات، كل انديه المغرب 22 بطوله، بقيه انديه مصر واخدين 15 بطوله، انديه الكونغو واخدين 13 بطوله. تمام. دي البطولات الافريقيه. طيب نروح على كاس العالم للانديه. النادي الاهلي دي المشاركه التاسعه ليه في كاس العالم للانديه في تاريخه، 9 مشاركات، المشاركه الجايه دي التاسعه. كل انديه المغرب المشاركه شاركوا 5 مرات. انديه المغرب برضه وصلوا لغايه فين وكملوا لغايه فين، برضه اللي وصل لغايه فين وكمل لغايه فين. هجيبها اللي جايه يا كابتن بشير، دي هتبان اللي جايه. كل انديه تونس 4 مرات، كل انديه الكونغو 3 مرات، الانديه المصريه مفيش حد وصل فيها غير النادي الاهلي. طيب الانجازات يا كابتن بشير اللي انت بتتكلم فيها، الميداليات، عدد الميداليات اللي فاز بيها الانديه. النادي الاهلي فاز في تاريخه ب3 ميداليات في كاس العالم للانديه، كل انديه المغرب فازوا بميداليه وحيده فقط، كل انديه الكونغو فازوا بميداليه وحيده فقط، وانديه تونس وانديه مصر ما فازوش هو عايز يوصلك ان الاهلي ما وصلش النهائي. لا تمام، بس خد 3 يعني مثلا رجاء وصل نهائي، مازيمبي وصل نهائي. خلاص بقى، انا مش عايز اقلل من انجاز الاهلي ان شاء الله اللي جاي. مش عايز اقلل من حاجه زي كده. نتمنى يلا عشان دي مهمه انا عايزها دي. اللي جايه دي يا استاذ مهيب، عايز اقول لك ان دي انفراد لبرنامج اللعيب النهارده. انديه العالم ده صدر النهارده تحديدا من ساعات قليله جدا في دوري التاريخ والاحصاء. انا بقول لك قبل ما اخش انا متابع، مفيش اي وسيله اعلاميه في مصر ولا موقع خدوا الاحصائيه دي، فاحنا بننفرد بيها اول ناس. النادي الاهلي في المركز السادس في تصنيف انديه العالم على الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، بيعمل التصنيف ده تصنيف شهر يونيو، المفروض هو بدايه يونيو بس هو لسه صدر النهارده، بيصدر بعد بدايه الشهر. فيكا البرتغالي، الخامس انتر ميلان الايطالي. شوف الصوره اللي بعديها، المركز السادس النادي الاهلي، النادي الاهلي سادس افضل انديه العالم في التصنيف التراكمي خلال اخر سنه كامله. بص كلمه مصر منوره. ده طبعا انجاز كبير للنادي الاهلي انه يبقى سادس انديه العالم على مدار سنه كامله يا استاذ مهيب، ده من يونيو 2022 ليونيو 2023. الاهلي طبعا منور. السابع مانشستر يونايتد انجلترا. بص بقى الاهلي متفوق على مين؟ على مانشستر يونايتد، على بورتو البرتغالي، على نابولي الايطالي، على بايرن ميونخ الالماني. تحتيهم كمان في برشلونه الاسباني، في انديه كبيره جدا. النادي الاهلي يكون سادس انديه العالم في التصنيف ده اعتقد انجاز يعني مهم جدا وتاريخي للكره المصريه. عادي، ما نادي الزمالك خد برضه في سنه من السنين تاني. كان على مستوى شهر واحد يا كابتن بشير. بس خد تاني يعني. لا كان احسن تاني. كان اول مش تاني كمان. اول يا سيدي. الاول كان تمام، الاول مش تاني. لا عادي مفيش هو حاجه. لو الزمالك طالع ما احنا هنعمل فرح. بس على فكره التذكره بس مش اكتر. ملوش حاجه. احنا نتمنى الانديه المصريه الكلام ده يا كابتن بشير، احنا بنتكلم في الوقت الحالي يعني. ايوه ماشي. الاحصائيه اللي بعديها برضو مهمه جدا، اكثر الانديه في العالم تتويجا بالبطولات القاريه.